واش ولا. كنت تفرجوا البارح يا صاحبي؟ السلام عليكم الدراري، معنا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. نهضروا على الماتش ديال الفينال. اول حاجه تعزينا حاره الناس ديال اسفل اللي توفاو. الله يرحمهم، الله الله يصبرهم. يصبر اهل ديالهم ان شاء الله. الإخوان، تعازينا الحارة الناس ديال آسفي والناس ديال فاس، وتعازينا الحارة كاينين واحد الناس هاد الشيء اللي حنا مخبين عليه ودراتنا وقتلتنا 22 واحد، راه كاينين الناس كيموتوا بالآلاف بهاد الشيء وبهاد البرد، تما خصنا نذكروهم وخصنا نتفكروهم. وفاش ملي نشوفوا الناس ديال آسفي وملي نشوفوا الناس ديال فاس نتفكروهم حتى هما وندعيو معاهم. اليوم الناس ديال غزه. ديال ندوي غزة معاهم طبعا. المهم ما انت علينا، نبداو دابا الناس في اللي في الجبال دابا راه الثلج الصراحه الحالة والناس عندهم اللي في راه الجبال حتى هما ما نساوهمش، والناس ديال ديال الحوز اللي ديال باقيين الحوز ساكنين حتى ديال هما في الشارع الخيام. يتدربوا من الخيام، هذوك راه عندهم الحالة تا هما مساكنين. الدراري شنو نبداو اليوم؟ دابا نهضروا على الماتش ديال سميتو ديال الماتش ديال الخميس ان شاء الله، الفينال ديال الاردن اللي غيكون بطعم خاص. لعبوه ضد مدرب مغربي اللي هو السلامي، اللي هما واحد المدربين انا بالنسبه لي كيتشابهوا، وتا هما بداو فهمتي. داروا باركور زوين في هاد البطوله هادي، وانا كيجيوني كيتشابهوا شويه في اللعب ديالو. تيماركي مثلا شي واحد السلامي راه مارك عليك صافي ضعتي. فهمتي، دار مع السعوديه، دار مع العراق، كذلك مثال السكتيوي. ها هو انا تيبان لي السكتيوي زيد واحد شويه، وراه مع اللعابه ديال المغرب زايدين شويه على اللعابه ديال الاردن. فاش تيبان لكم نتوما في هذا الماتش ان شاء الله اللي غيكون نهار الخميس؟ بالنسبة للسكشيوي والسلامة اخي اسماعيل راه ديجا مواجهين 7 مرات. صح. 7 مرات. و السكشيوي ما عمره ربح السلامة. الله 7 مرات. يبشرك بالخير يا أخ. المهم معلومة هذه اخي، المعلومة اعطيتينا حبيت العنوان نذكرها. ديال الحلقه. معلومة صدمتينا. كتبها هكا، كتبها السلامي ما عمرو خسر ضد السكشيوي، السكشيوي ما عمرو ربح 7 الماتشات. قيدها نوطيها. نقول لك النتائج راه ديجا عندي باش المشاهدين تا هما يكونوا عارفين. بركان كان مع السكتيو مع بركان، وكان السلامي مع الرجاء. 2 ماتشات سالاو تعادل 2-2 والماتش الثالث ربح السلامي ب1-0. فاش كان السلامي في الفتح و والسكتيوي في توارقة 3-0 للفتح. 3-0 للفتح و1-0 للفتح. وكان عاوتاني السلامي في فتح والسكتيوي في فاس 0-0 2-1 للفتح. يعني 1 2 3 4 الماتشات و3 تعادلات. ان شاء الله هذا الماتش هذا غتشفق تعليقي اللعبه ان على شاء الله. الإحصائيات اللي قلت يا يوسف هو أن المباريات ديال سكيتي والسلابي كيشهدوا ديال الأغلبية ديالهم أهداف، 99% ولا 95% منهم أهداف، يعني المتعة غتكون كاينة. اللي بغيت نقول هو أن في هاد كأس العرب المتعة كانت كل حاضرة متعه زعما خي عمر كاملة في بما أننا هذا وصلنا الماتش هذا. للفينال. واللي بغيت نقول بأن الكرة أنصفتش المجتهدين، أنصفت لكل المجتهدين نصيب. الفرق اللي سير وصلوا الفينال هما اللي وصلوا الفينال. مواجهة مغربية. كما قال اسماعيل، طريقة اللعب قريبة بزاف، وإن كنت كنشوف أن اللعب ديال سكيتيوي تكتيكي أكثر على السلامي عنده واحد الأسلوب اللي محفوظ، اللي كيعتمد على الجرينتا، كيعتمد على المجهود البدني. السلامي كيلعب سكيتيوي كيلعب هذا اللعب هذا، ولكن ماشي هو الأساس ديال الخطة ديالو. يعني هو كما تنقولوا سكيتيوي متنوع، يقدر ما تقدرش توقع كيفاش غيدخل الماتش. يقدر يدخل مهاجم، يقدر يلعب على هذا اللعب التكتيكي اللي تيعتمد على المجهود البدني. ماتش ما غاديش يكون سهل. الأردن صراحة فريق زعما في هذه الدورة هذه ما يمكنش، يعني إلا كان شي منتخب يقدر يربح المغرب راه هو الأردن. يعني ما غاديش نكون بحال الماتشات اللي فاتوا. لا حتى في الجمهور ما متساهلش، ما واخدش الماتش بواحد الروح ديال الدعابة بحال الماتشات اللي فاتوا، على اعتبار أن الأردن ماشي فريق سهل، ما غاديش تدخل نتا رابح. بغيت نسمع الرأي ديالكم نتوما في الماتش.
نبدا انايا. انا نبدا بالمنتخب ديالنا ديال المغرب مع السكتيوي. كما حنا كنا كنهضروا بواحد الجانب سلبي في البدايه، خصوصا مع الماتش ديال عمان كان بنا دي بوان نيجاتيف في المنتخب. ولكن السكتيوي واحد الانسان مجتهد وكيخدم على النقاط ديال الضعف وكيحسنهم. فكيفاش المنتخب كامل ما تحسنش، حتى لعابه فرديين تحسنوا مع المقابلات. خير مثال المساوي راه في الاول راه بدا كارثه، اخر ماتش راه دا مان اوف ماتش. يعني حتى اللعابه مع السكتيوي كي سميتو كيتحسنوا والاداء كيتحسن. والسكتيوي واحد المدرب اللي على حسب الماتش، على حسب التشكيله، على حسب شنو، على حسب طريقه اللعب. السلامي كما قلت لك هو عنده واحد الاسلوب هو دفاعي، وكيلعب على كما قلتي انت على الجهد البدني. كاين الكرينتا، ولكن دابا هو مضروب لهم واحد سميتو يازن ياك ضرب مشى دابا 6 شهور ما غاديش يلعب. هذه الحاجه، هذه القضيه مزيانه. وكنقول انا في هذا الماتش على حسب داكشي اللي شفت غنقدروا نربحوا. ولكن كما قلتي انت الماتش تاع عمر، قلتي الماتش غادي يكون ممتع. انا ما معكش في القضيه هذه. ما غاديش يكون الماتش ممتع، غيكون الماتش مسدود، غيكون الماتش مغير، غيكون الماتش قرب. هما الاردن تيجوني قراب لسوريا في اللعب ديالهم، ولكن غادي يزيرنا السلامي بحال اللي زيرنا كيرو مع عمان. اللي تيبان لي انا في الماتش اللي غيكون هو السلامي زعما ديجا دوز البطوله وكيعرف السكتيوي مزيان، وديجا تواجه معاه بزاف المرات. عارفين زعما نقاط القوه ديال بعضياتهم، وديجا هو عارف المدرسه ديالنا. وهاد اللعابه اللي كاينين في المنتخب ديالنا راه اغلبيه كيعرفهم، حتى لما دربهمش غادي يكون فهمتي كيشوفهم كيتفرج بحكم انه متشبع. العكس ديالنا حنا ما كنتبعوش البطوله الاردنيه مثلا باش نعرفوا، ولا العراق هما اغلبيه وقال كيلعبوا في العراق بزاف. يعني شنقول لك، ماتش جيتي تشوف، هي بالنسبه للتاريخ وبالنسبه ان المغرب مع الاردن راه ماتش خصو يكون ساهل، وخصنا نسهلوا الماتش. حنا اللي خصنا نسهلوا علينا الماتش، حيت الا دخلتي الماتش وماركيتي بيت وقدرتي تجيب الثاني راه صافي كتسهل عليك الماتش. الفرقه اللي قدامك كتجي صعيبه انها ترجع، خصوصا اننا حنا في هذا الكومبيتيسيون ما عمر تقدم عندنا شي فرقه، حتى شي فرقه ما سبقاش عندنا البيت. وهذه واحد النقطه كتحسب لينا. علاش؟ حيت كندخلوا مركزين في الماتش، ما كنكونش متهاونين، وفي نفس الوقت ما كنحاولوا نهبطوا الريتم كما بغينا ونطلعوا الريتم كما بغينا. يعني حنا اللي كنكونوا متحكمين في المباراه، وكنظن ان حنا اللي غنتحكموا في المباراه بحكم اننا حنا ماشي واخا الاردن فهمتي توصل للنيفو اللي وصلت، راه ما عمرش توصل المغرب. وكنبان لك كندوي بشعاري، ولكن هذا هو الواقع. حيت انا في حال هاد المنتخبات اللي كيجيو دابا ويطلعوا هكا ويبغي مثلا يبان عليك، لا ما كتعجبنيش انا هاد القضيه هادي. البنادم يبقى فهمتي يعرف القدر ديالو الا بغى يدير شي حاجه. اما لما عرفتش القدر ديالك كما وقع الامارات قبل، كما وقع لسوريا، كما وقع الاخرين هاتوا المغرب فهمتي. ما عرفوش القدر ديالهم، ما عرفوش هما ان المغرب راه واخا جايه بواحد المنتخب اللي ما كاينش حتى شي واحد في الاساسيين، راه كتبقى المغرب. راه تلعب معايا البرازيل، انا مثلا ماشي فرقه ديالها وكذا، دوزيام وتروازيام نحترمها، كتبقى البرازيل فهمتي. يعني كذلك الاردن خصها تحترم المغرب الا بغات دير شي حاجه. اما اللي دخلت حق حنا دزنا كاس العالم، حنا درنا مثلا كاس اسيا، داكشي ما واكلش. اللي واكل دابا هو في التيران. حنا غنكونوا احسن منهم وغنشدوا عليهم كره كما قلت لك. والاردن النسخه اللي فاتت درنا ب4 غير بالضحك، راه ماشي كنا لاعبين معاها. غتقول لي هاد النسخه تطوروا، ولكن ما هادشي ما كيغنيش اننا غادي نقولوا حكا راه غادي يلعبوا معانا نيت. هذا هو المنطق انا فهمتي. ما كنتمناش 3-0. غتقول لي انا شوف، انا مختلف معك في هذه القضيه ديال التاريخ، لان عمر ما التاريخ في كره ما